السلام عليكم خوتي المشاهدين، كنتم لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير والصحة جيدة يا ربي. نتوما احبابكم وعائلتكم، واليوم نتوما تشوفوا جينا معكم فيديو جديد. بغينا نخدموا معكم الرندا، نوريكم الشكل ديالها. يعني اللي عمره ما خدم الرندا، المبتدئين اول مره غيتعلموا يخدموا الرندا، غتشوفوا معنا الطريقه. واللي كيعرف خايله كيعرف طريقه الرندا كيفاش يخدم. دابا غنعملوا معكم نص طوق زبرتوني باديه هنايا. انا بديت كنت نصور وما تصور لي شي. كنت بديت في البدايه كنصور وما تصور لي شي. دابا نتوما تشوفوا كيفاش بديت. هاد الزواقه هذه كيقولوا لها الهرم، نتمنى من الله تكون تبان لكم. سبقت انا بديت من هنايا واحد شي ضربات هنايا، ومن بعد عاد بديت الطوق. يعني عاد عدلت الطوق وبديتو ديك الساعه نوريكم كيفاش بديت نص طوق قبل ما نقطع. يعني ما قطعتش انا بديت نص طوق بلا تقطيع، وغنطلع انا هنايا دي السيك عاد باش نقطع الطوق من هنايا نص طوق ونكمل معكم. خليكم معنا كما تشوفوا. انا دابا راجعه ضربت هنايا وراجعه. بسم الله. على حسب الغرز شحال، ما نقدرش نقول لكم شحال حتى نقطع الطوق نص طوق من هنايا. نشوف العبر اللي خصني واش واسعه ولا يعني شويه متوسطه. انا ما بغيتهاش كبيره بزاف، ما بغيتش نص طوق يجي كبير بزاف، ما بغيتش. المهم نعملو معاوض شويه. ملي نقطع نوصل ديك الساعه نشوف كيفاش جا نص طوق قد جا، ونحسب الغرز شحال جاو فيه، وغنقول لكم شحال جاو د الغرز. دابا انايا كنمشي وكنفتح كنحل الغرز ديالي. هاد السواقه هذه كيقولوا لها الهرم. كتفتحها في الاول بحال شكل الجوزه. بديت واحده من هنايا وانا بعد وانا كنطلع كنخلي واحده من هاد الاتجاه وواحده من هاد الاتجاه، كتقفي واحده وحول الغرزه. هانتوما غتشوفوا معايا ما نكون راجعه ما نكمل. نتمنى من الله تكون تبان لكم الخدمه. هاد الغرزه غنعمر فيها جوج الغرزات. هانتوما كتشوفوا. نتمنى من الله يكون يبان معكم، لانه الصراحه الثوب مغلوق، اللون المغلوق والحر المغلوق، ما نعرف واش يكون يبان الغرز مزيان ولا لا. كما تشوفوا هنايا غنضرب الضربه الاخيره وغنضرب في الثوب. انا غنضرب الضربه في الثوب وغنزيد غرزه. غنزيد غرزه هنايا. غنبقاو نزيدو الغرز حتى نفتحو نص طوق. الصراحه انايا نص طوق ما تعلمتوش الا تعلمتو راسي في الدار. دابا تشوفوني يا خوتي انا راجعه. بديت راجعه في الغرز. حنبقى راجعه هنايا بالغرز، وانا كنزيد الغرز هنايا في الجناب في الثوب. ومن بعد ما نوصل الرنده اللي خصني نحل الطوق ما غنبقاش نزيد الغرز. غنحبس غنبقى طالعه عاديه، غنبقاش نزيد الغرز. كما تشوفوا غنضرب هنايا ومن بعد غنقفي هذه. هانتينا قفيت هذه. دابا قفيت واحده من هنا واحده من هنا. هادو هما اللي
كنزيد فيه، كنعمل فيهم 2 دقات ملي كنرجع، كنعمل فيهم 2 غرزات. ونتمنى من الله الفيديو ديالنا يعجبكم. الفيديو ديالنا بسيط، نتمنى من الله يعجبكم. ودابا هانتوما تشوفوا، هانتوما انا ضربت في التو وغنرجع معكم عاود في نفس الخدمه. دابا غنزيد عاود الغرزه كما تشوفوا. ومن هنايا على حسب الطوق اللي بغيتو تعملوه واسع، بغيتو تهبطوا الهبطه واسعه من هنايا نتوما تعرفوا، بغيتو تلقيوها رقيقه انا غنهبطها هنا رقيقه، غنهبط واحد الزواقه درنده هنا رقيقه. ما بغيتهاش تجي معامره، غنهبط رقيقه كتجي مزيونه ونص طوق غتجي مزيونه. المهم خليكم معنا حتى نجي نحول نص طوق ونكمل معكم ان شاء الله يا ربي. عاود ملي نجي نحول نص طوق وتشوفوا كيفاش. دابا خوتي انا رجعت معكم غنحل نص طوق كما تشوفوا. وصلت الطوق من هذا العبر هذا، يعني ما بغيتو كبير بزاف ما بغيتو صغير بزاف، على حساب بغيت انا النص طوق يجيني معوض. دابا غنقطع معكم. دابا خوتي كما شفتوا غنحل نص طوق على هذا الشكل هذا. بعدك غنحيد التنبيله من هنا شويه، دابا كما شفتوا خوتي غنفتح من هنا نص طوق على هذا الشكل على اخر ضربه. وحاولوا تحلوه شويه لانه الا فسدتوا الثوب راه ما عندكمش كيفاش تعملوا تصلحوه. صافي دابا على هذا الشكل هذا انا غنحاول نقطع من اتجاه اخر. باش قلت لكم انا سبقوا نبلوا خدموا من هنا عدطوا نص طوق بلا ما تقطعوا. كما تشوفوا انا من هنا ما قطعتش، عي ضربت هنا هذه الضربات ومن بعد تنيت الثوب وعاودت الثوب على حساب باش نبدا نص طوق وبديت نخدم. حدا ختمت عاد قطعت باش تجيكم سهله. الا قطعتوه من الاول تقدروا ما درزيو الثوب وما تقدروش تخرجوا نص طوق معاوض يخرجكم عيب. درزيو نص طوق، درزيو الثوب ديالكم. ودابا غنبدا معكم عاود اتجاه اخر. كما تشوفوا عاود نبدا من هنا ونص طوق. اخويا ما يجيو تقطعوا، حاولوا يكون عندكم المقص ماضي باش ما ندرزوش الثوب. وما يجيو تقطعوا ما تزربوش يا خوتي، ما تزربوش، قطعوا بشويه. انا الراس المقص جاني حافي شويه داكشي ما قطع ليش. صافي على هذا الشكل هذايا. ودابا غنقلب معكم الثوب وتشوفوا النهايه ديالو كيفاش جات. هذا غيبقى هيدا كما تشوفوا، هذا غيبقى هيدا وهذا غنردوه هيدا على هذا الشكل هذايا.
باش يولي لي هنا نص طوق معاوض. كما تشوفوا اخوتي هنا كنبل قلبت الثوب كما خليته مقلوب على حسب التقطيع، وانا بديت نبل. غنبل الثوب ديالي باش نكمل عليه ان شاء الله يا ربي. دابا اخوتي ملي سالينا الرنده ديالنا قوزنا نزوقوها. نتوما تشوفوا الزواق ديالها كيفاش يجي. على حسب انايا كنت نقطع نص طوق وكزيال لي التليفون كيصور، وفي الاخير زبرت التليفون وقف ما تصور ليش كيفاش تقطيعه وتنبيله وديك الشيء. ما كملتش التنبيل معاكم، كخصني نبل ونبدا نكمل معاكم نص طوق كيفاش نطلعو. ولكن جيت نقطع ما نعرف التليفون ما تصور لي ما صور لي شيء. ودابا قزنا خوتينا الزواق كما تشوفوا. هذا الزواق د الهرم عملت فيها جوج الالوان، النول د الثوب والنول دخلت فيها النول هذا النول الكريمه. جات مزيونه الصراحه، جات غزاله طلعت كتحمق. واللي ما كيعرفش الرنده سهله في الاول كتجي صعيبه، كيبان لك زعما باش تبدا صعيب الحال باش تبداها تقول ما نفهملهاش، ولكن الا بديتها سهله. كاين بزاف د الزواقات فيه ما يتشاف وكيطلعوا كيحمقوا، الزواقات خفيفين الزواقات عامرين كما بغيتي. انا عملت نص طوق بينه وبين ماشو صغير ماشو كبير، يعني ما بغيتوش واسع بزاف وما بغيتوش صغير، يعني بين وبين. وعلى حسب الطول ما عملتوش حتى هو طويل بزاف. انا ما كيعجبنيش نص طوق هابط حتى لتحت، كيعجبني نص طوق يكون جالس على السرير كيجي مزيون. كما تشوفوا الزواقه دابا كتبان معاكم زواقات الهرم على هذا الشكل هذا. دابا قوست هذا النول هدايا، ملي نسالي منه غنبدا بالنول اخر. وشكرا بزاف، وعملوا لنا اللايك والاشتراك. الصراحه هذا الفيديو صورته شحال هادي وانا كنقول غنلوحو، بقى مره نلوحو مره بقى بلاتي ما ديتهاش فين نسيتو. حتى دابا عاد قلت علاش ما نلوحوش معاكم. المهم كما جا قبلوا علينا وصافي، وخليكم معنا وتشوفوا الزواقه كيفاش جات كيفاش طلعات. وانا غنخليكم الزواقه د الجلابه كامله كيفاش طلعت في الصوره. وخوتي عقبلوا علينا وصافي. دابا التصوير على قدو، عندنا واحد شقشق الدراوش، يعني تصوير على قدو وصافي. قبلوا علينا، احنا عارفين التصاور ما كيجيوش مزيانين الفيديوهات، كيجيوش صافيين، ولكن قبلوا علينا وصافي. وكما تشوفوا دابا انايا غنخليكم الجلابه في الصوره مينياتور، حيت انا ملي خدمتها كامله ما نسيت ما صورتهاش الفيديو نوريكم كيفاش طلعت. والجلابه ما بقاتليش دابا صيفت الوالده ديالي لابسه بالصحه والهنا وطول العمر. وربي يخليكم الوالدين ديالكم حتى نتوما، والله يعطيهم صحتهم، ولا اللي باقيين حيين واللي ماتوا الله يرحمهم. وتهلاو في الوالدين ديالكم، ونتمنى لكم الخير لكم ونحبابكم ونعائلتكم. ورمضان مبارك سعيد وعلينا وعلى الجميع المسلمين يا ربي. ونتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير.